أنيو تشينجو ديل. أنا مي عماد، مؤثرة للثقافة الكورية. قررت وبدأت صناعة المحتوى للثقافة الكورية وعملت قناة سنة 2021، وكان هدفي أوصل الثقافة الكورية للناس بشكل بسيط ومختلف وممتع من خلال الأكل الكوري ووصفاتي للأكل الكوري، وكمان من خلال اللبس التقليدي، العادات، التقاليد، ثقافة الطعام، وحتى اللغة. كل ما يخص الثقافة الكورية فيما يتناسب برضو مع عاداتنا وتقاليدنا كشعب مصري. يعني هنا مثلا كنت منظمة ورشة تطوعية مجانية لتعليم الطهي الكوري. كان معظم الحضور أطفال، وكانوا متحمسين جدا للورشة، وكانوا مركزين في كل تفصيلة بطريقة دقيقة جدا يعني. تعالوا بصوا شوفوا الطفل بيقول ايه في الورشة. الولد الأولاني كان بيحسب بالظبط مدة الطهي والتسوية، لدرجة إن هو قال لسه 6 ثواني على التسوية. جبنا الفراخ وتبلناها، تمام، وجبنا الفراخ المتبلة، بعديها حطيناها في دقيق، وبعديها حطيناها على الدقيق، وبعديها جبناها وحطيناها في الزيت وسبناها 10 دقايق وطلعناها، وبعديها حطيناها تاني 5 دقايق. ليه حطيناها مرتين؟ ليه حطيناها مرتين؟ ايوه وتبقى مقرمشه. والطفل التاني ما شاء الله عليه حفظ الطريقة والوصفة. لما جينا سألناه ازاي بنعمل الفراخ اليانجينيوم قال لنا الطريقة بالظبط. نطلعها بقى نحطها في الطبق. حماس الأطفال وهم مستنيين يدوقوا نتيجة